دلوقتي عملت مشروع حضرتك في شركات النقل الذكي وخلاص شغال فيه، ولقيت نفسك مره واحده ان الشركات دي بتستغلك، واللي الشركات دي كده كده ما بتديكش حقك. واحنا كلنا عارفين ان شركات النقل الذكي كلهم يعني على هذا النهج، اللي هي الشركه ديت اهم حاجه مصلحتها ثم مصلحتها ثم مصلحتها. حضرتك بقى ككابتن تقدر تشتغل على مصلحتك ازاي؟ هقول لك ازاي. طبعا كل الكباتن اللي جابوا عربيات وشغالين بيها كلهم اساسا معتبرين ان الشغله دي شغله تكميليه ليهم، لان كده كده هم عندهم شغل تاني. حضرتك يا فندم ممكن تقدر اللي انت حضرتك تعمل دعايه للشغل بتاعك. يعني مثلا انا دلوقتي اشتغلت وجبت عربيه في شركات النقل الذكي، ولقيت نفسه خلاص العمليه معايا مش مجازيه والاسعار زي الزفت والدنيا مش حلوه. اعمل احكي لكم على التجربه ديت على السريع. هقدر ان انا مثلا اشتغل مثلا في البرفانات. البرفانات ديت هجيبها منين؟ هنزل مثلا الحسين، شارع الحسين، في هناك كده اهوت ناس كتير قوي بتبيع برفانات بالجمله. هشتري مثلا براس مال 5000 جنيه، 5000 جنيه هبدا بيهم او 10000 جنيه، وهشتري انواع معروفه وانواع فعلا ليها يعني ريحه فعلا يعني جميله جدا، وفي نفس الوقت الثبات بتاعها هيكون عالي، لان الناس ديت بتبيع يعني حاجات محترمه. يعني مثلا ال 100 مللي بيبيعوه ب 200 جنيه او ب 190 جنيه يعني جمله، ده قطاعي بيبيعوه ب 190 او 200 جنيه قطاعي. جمله بيعمل كام حضرتك؟ بيعمل بالظبط حوالي 180 170 160 جمله. حضرتك بقى هتختار مثلا الشغل البرندات اللي هو الريحه اللي معروفه البرندات، وهتبتدي ان انت تشتغل عليها تمام. هيركب عندك بقى بعد كده، هيركب معاك العملاء. عايز اقول لك قاعده العملاء دي في شركات بتشتريها بملايين الفلوس. طبعا كل مشكله اي حد في التسويق يقول لك انا مشكلتي ان انا مش عارف اسوق منتجي. كده انت حضرت المنتج. طبعا انا بديك المنتج ده كمثال. حضرتك ممكن اساسا تكون شغال في حاجات تانية وحاجات بروفيشنال احسن من كده، في اللي شغال في الساعات، في اللي شغال في تجاره مثلا حاجات، كل واحد وشغلته. انا بديك الفكره بس، ركز معايا، مش بقول لك لازم تشتغل في دي، انا بديك الفكره تمام. حضرتك بقى النهارده مثلا جبت البرفان دوت مثلا جمله جبته ب 175 جنيه، يعني مثلا لو جبت بضاعه ب 5000 جنيه ب 10000 جنيه هتبيع البضاعه ب 5000 او 10000 ديت لا يقل عن 25000 جنيه. الضعف، يعني الضعف زي ما بقول لك كده. ممكن تتفق كمان مع اي واحد بتاع مطبعه يعمل لك لوجو ويعمل لك كرتونه باسمك انت كمان، تعمل سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وبقى عندك شركه. ازازه البرفان والله يا جماعه زي ما بقول لكم يعني بتتجاب جمله ب 175 ال 100 مللي ب 175 جنيه مثلا. انا يعني بقول لك مثلا تمام. دي ازازه البرفان اللي هي تحطها تقعد معاك يومين، الريحه تقعد معاك يومين. ما بكلمكش عن المضروب بقى، انا بكلمك عن المصدر. شارع الحسين هتنزله في هناك الناس بتوع الروائح هناك، هتشتري زي ما بقول لك كده. البرفان ده بيقعد، انا ذات نفسي بستعمله وبجيب منه زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو ده كده اهوت. انا بتعامل اهو مع الراجل الطيب دوت، انا ما بعملوش دعايه، انا بقول لك اشتري من اي حته اللي انت عايزها. احنا بنتكلم في فكره تمام. حضرتك بقى بتجيب مثلا ب 5000 او ب 10000 تمام. ازازه البرفان اللي بتتباع 100 مللي ب 175 جنيه او ب 200 جنيه هتلاقيها بتتباع بره، في اللي بيبيعها ب 1000 جنيه، في اللي بيبيعها ب 1000 ونص، في اللي بيبيعها ب 500 جنيه يكسب 300 جنيه. يا عم بلاش كده، في اللي بيبيعها ب 400 جنيه بيكسب 200 جنيه. فرضنا حضرتك بقى راس مالك 10000 جنيه، 10000 جنيه وهتكسب 200 جنيه بس، يعني هتكسب بص انت كده يعني مكسب 20000 جنيه. ال 10000 هيعملوا معاك 20000 جنيه، ال 5000 هيعملوا معاك 10000 جنيه. ده كده ايه؟ ده انت كده يعني ايه اللي هو ماشي ايه؟ طبعا بتوع البرفانات هيزعلوا مني دلوقتي وممكن يعني تحصل حكايه، فعادي مفيش مشكله تمام. حضرتك بقى بتنقي الازازه، اهم حاجه الازازه والشكل تمام. ليه؟ دي اول حاجه في المنتج. المنتج اهم حاجه فيه الشكل. يعني بص الانطباع الاول، انا اشتغلت مسوق في شركات تسويق، الانطباع الاول للمنتج شد الانتباه. اول ما هشوف الازازه كده العميل ابتدى يشد الانتباه في الازازه. تاني حاجه حضرتك الجوده بتاعت المنتج والريحه. طبعا حكايه البرفانات دي اذواق، كل واحد وليه ذوقه في البرفان.
انت حضرتك بقى هتختار البراندات اللي شغاله في السوق. هتروح للراجل بتاع البرفانات دلوقتي، حضرتك انا عايز الحاجات اللي شغاله البراندات اللي في السوق ايه هي؟ هيقول لك والله في كذا وكذا 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 وكذا، هتختار منهم بال 5000 جنيه او ال 10000 جنيه هتختار منهم. تمام؟ هتاخد حضرتك الشغل بتاعك وهتقوم حاطه. انا مثلا بتكلم على شركات النقل الذكي، هي المشكله كلها في ايه؟ زي ما ذكرنا في الاول، اللي انا اجيب عملاء منين؟ طب المنتج موجود اهو، ايا كان بقى المنتج. احنا قلنا دوت ايه عشان بس في ناس ممكن تسمع نص الفيديو ربع الفيديو بتجري الفيديو. احنا قلنا يا جماعه اللي دوت، انا بقول فكره منتج ايه؟ البرفانات مثلا انت ممكن تشتغل على 600 منتج 1000 منتج، انت معاك بقى المجال مفتوح، بس انا بناخد الفكره من الحته دي. حضرتك بقى هتشوف مثلا خلاص جبت المنتج بتاعك حطيته في العربيه بتاعتك، هتحط احسن برفان ليك في العربيه. تمام؟ يعني انت حضرتك وانت شغال هتحط مثلا برفان جميل. العميل اللي هيركب معاك هتقول له اصل انا شغال تاجر برضه، برفانات مثلا، حضرتك بشتغل في تجاره البرفانات وعندي برفانات كذا، وهتوري له المنتج اللي معاك، تقول له مثلا في معايا كذا وفي كده. انت في اثناء الرحله بترغي مع العميل. انت ممكن الشاشه بتاعت العربيه بتاعتك ممكن تستعملها في الدعايه بتاعتك للمنتج بتاعك كمان. يعني لو انت مكسوف او عندك اي احراج ممكن تكلم اي حد يعمل لك فيديو صغير للمنتج بتاعك وتقدمه في الشاشه بتاعت العربيه بتاعتك وتشغله، والعميل هيسمع وانت بعد كده تكمل له باقي المنتج بتاعك. وانت ماشي عمال ترغي في كلام ملوش فايده مع العميل. لا، شغل دماغك، خليك ذكي، استفاد من قاعده العملاء بتاعت الشركه. خلي بالكم ان الفكره دي ممكن تاخدها شركات الدعايه وشركات التسويق وتعمل بيها برضه، تجيب شاشات للعربيات النقل الذكي وتعمل تسويق، وده تسويق يعتبر احلى تسويق واقوى تسويق، لان ده تسويق مباشر منك للعميل على طول عن طريق عربيات شركات النقل الذكي. يلا خدوا الفكره ديت يلا واعملوها، ادم الكباتن برضه هتستفاد مفيش مشكله. خليك ذكي زي ما الشركه ذكيه، انت كمان استفاد من قاعده العملاء. تمام؟ انت كل يوم بتركب كام عميل معاك يا باشا؟ كل يوم بتركب مش اقل من 10 ل 15. انت بقى اعتبرها ايه؟ ادم هي كده بقى الشغلانه مخسره، لا انا هخليها تكسب بالعقل. اي منتج بقى زي ما احنا اتفقنا، اي منتج مش شرط البرفانات. تمام؟ هيركب معاك العميل، والله انا شغال تاجر برفانات، انا شغال تاجر ساعات، انا شغال تاجر مش عارف ايه، انا شغال ايه. سوق لنفسك. حضرتك صنايعي مش شغال تاجر بقى خالص، فرضنا ان حضرتك صنايعي بتاع سيراميك، بتاع المونتال، بتاع وشغال واخد الشغل، حضرتك يبقى معاك كارت. العميل اللي يركب والله يا فندم انا بعمل شغل بروفيشنال كذا في الحته كذا، وادي الكارت بتاعي مثلا، والله يا فندم كده. استفاد من قاعده العملاء بتاعه الشركات، خليك انت انصح من الشركات، وفي نفس الوقت خد الرحله بالسعر العادل. عايز الفاشل هيفضل طول عمره فاشل، مش هيقتنع باي فكره. ليه؟ لانه هو هدفه كله الفشل، هو انسان فاشل، مهما تقول له هو مش مقتنع، لانه هو في حياته ما عملش حاجه، عمال بقى يلف على الجروبات يشتم في ده ويخون في ده ويعمل في ده، وهي دي شغلته. كل شغله الشاغل اللي هو يشتم ويسب وعايز يعمل اضراب وعايز يعمل مش عارف ايه، واللي يمشي ورا يعني اللي يمشي من غير افكاره او من غير التوجيه اللي هو عايز يوجهه لك يبتدي اللي هو يسب في ده وينعل في ده. طب ما حضرتك ربنا سبحانه وتعالى ادانا العقل اللي احنا نشتغل بيه ونشغل دماغنا بيه. ورساله لكل شاب دلوقتي، شاب مثلا فرضنا اللي فيه شاب ما معهوش شغل ولا معاه عربيه ولا معاه اي حاجه، حضرتك تقدر تنزل تشتغل برضو في البرفانات ديت او في اي حاجه تانية، منتج يعني اي منتج تاني تقدر تشتغل فيه وربنا هيرزقك من وراه. وراس المال والله يا جماعه 5000 جنيه، لو انت معكش الا 5000 جنيه بس تقدر تشتغل بيهم. لو ما معكش يعني 5000 جنيه دي هيجيبوا لك 10,000. المشكله كلها بتكمن اللي انا اجيب قاعده العملاء منين، ودي محلوله بالنسبه لكباتن شركات النقل الذكي. يا ريت تفكر بعقلك وما تفكرش وتمشي ورا اوهام، خليك عايش الواقع اللي احنا عايشين فيه. تحياتي لحضرتك. ازاي بقى تسلمني على الدور الاضراب؟ السلام عليكم.